هاجي واجي ونحضر مملحات سريعه وبحشوه لذيذه جدا، تقدروا تعتمدوها في شهر رمضان المبارك. يعني تقدروا تخليوها حتى للدقيقه 90 وتحضروها، تعطيكم نتيجه بزاف بنينه وتعطيكم كذلك كميه كبيره في وقت قياسي. هاد المملحات كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو بزاف بنان بحال المذاق ديال الطاكوس. قبل ما نبداو ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك في الصفحه ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الاعجاب للتشجيع. تبعوا معايا الطريقه. في مقلاة غادي نوضعوا زيت الرومية او زيت الزيتون، غنضيفوا بصله كبيره مقطعه طريفات صغار، غادا نشحروها مزيان مع الزيت كما كتلاحظوا. غادي نشحروها مزيان مع الزيت، من بعد غنضيفوا لادند. بالنسبه للكميه تقدروا توضعوا الكميه اللي بغيتوها على حسب عدد افراد الاسره او على حسب المول اللي عندكم اللي غيدخل الفران، واش كبير ولا صغير. غادي نمجوا لادند مع البصله، من بعد غنضيفوا ملعقه صغيره من الكركم، نصف ملعقه صغيره من الابزار، نصف ملعقه صغيره من الملح، نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل، قليل من القزبره، قليل من الثوم. غنمجوا هاد المكونات جيدا. كما راكم كتشاهدوا بالنسبه لهاد الحشوه راه سهله وسريعه واقتصاديه. غادا نضيفوا 2 ملاعق صغيره من المطارد او الخردل. غنمجوا هاد المكونات جيدا كما راكم كتلاحظوا. بالنسبه لهاد الحشوه راه ما كنضيفوا ليها ولو قطره ديال الماء. صدقوني بالنسبه لهاد الحشوه راه كتجي بنينه بزاف. بالنسبه للمذاق ديالها كيجي المذاق ديال الطاكوس. هنايا غنضيفوا فلفله مقطعه طريفات صغار. يعني بالنسبه للالوان لكم الاختيار، يعني اي حاجه متوفره عندكم في الدار. غادا نمجوا هاد المكونات جيدا. عندي هنا خبز طاكوس، غادي نقطعوه بهذه الطريقه هذه دوائر اللي هي متوسطه. من بعد ما قطعته كامل كيجي بهذا الشكل هذا. غادي نوجدوا المول ديالنا وغادي نوجدوا الحشوه اللي حضرنا معكم من قبل. بالنسبه للطريقه غادا نعمر بهذه الطريقه هذه كما راكم كتشاهدوا. بالنسبه للطريقه كما قلت لكم عندي هنايا 2 كيسان، غادي نبقاو نشدوا بهم هاد المملحات هادو باش يبقاو في الشكل ديالهم. غدا نعاود معكم مره اخرى باش تشاهدوا الطريقه كما راكم كتشاهدوا. غادي نستمروا بنفس الطريقه، يعني ديما الكيسان يعني كنخليوهم حتى كنكملوا الحشوه كلها. غادي نستمروا بنفس الطريقه يعني حتى نكملوا المول ديالنا كامل. وبالنسبه للطريقه راه سهله وسريعه، ما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت. هنايا في الوسط غادي نوضعوها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المول تقدروا توضعوا المول ديال الكيك، ماشي بالضروره هذا المول، يعني اي مول عندكم كيدخل الفران راه تقدروا تستعملوه. هنايا غادا نضيفوا الجبن الموتزاريلا او الجبن الاحمر لكم الاختيار. انا استعملت هنايا الجبن الاحمر، هذاش كيعطي واحد المذاق اللي هو بنين بزاف. صدقونا البنات هاد المملحات كيجيو بزاف بنان. غادا ندخلوه الفرن اللي شعلنا من قبل على درجه حراره 150 درجه. بالنسبه للمده البنات راه 10 دقائق ما كاملاش، يستحسن تغطيوه من الفوق راه كيطيبوا فرمشه عين. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتهم من الفرن. كيجيو البنات كيشهوا شكلا ومذاقا. بالنسبه للمذاق ديالهم راه لا يوصف، كيجيو بنانين بزاف، فيهم المذاق ديال الطاكوس اللي فيهم. وصدقوني راه زوينين بزاف وبنانين، تقدروا تاكلوا الكميه اللي هي كثيره منهم. كنتمنى يعجبكم فيديو البنات، وما تخلوش عليا بلايك والاشتراك في الصفحه ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم والسلام عليكم.